السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ تعالوا كده ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى كشري في البيت بكل سهولة، وان شاء الله مش هيختلف عن بتاع بره بالظبط، وتحفة. يلا هنبدأ يلا مع بعض. اول حاجة انا معايا هنا الصلصة بتاعتنا. دي انا مخزناها في الفريزر، وعندي كده البهارات ملح وكمون ومعلقة سكر ومعلقة ملح وقلبين مرقة، ومعايا مكرونة اللي هي سباكيتي المكرونة الصغيرة، ومعايا هنا حمص، ومعايا هنا عدس اللي هو بجبة، معايا ربع كيلو من كل حاجة، ربع ربع ربع. يعني ربع من المكرونة سباكيتي، ربع من المكرونة الصغيرة، عدس اللي هو كمان الحمص ربع كيلو برضو، ونص كوباية من الخل، وعندي حبة شطة، وبرضو معايا من كل حاجة ربع كيلو زي ما قلت لك، برضو ربع رز، ربع شعرية، وكيلو بصل. طبعا الكشري بيحب البصل كتير. اول حاجة انا هبدأ هعمل ايه، هنقع الحمص والعدس بتاعنا علشان يلحق يستوي معانا. هجيب معايا ميه سخنه زي ما انتم شايفين كده، ميه اكون غلياها كده، ونقع الحمص والعدس بتاعنا مده 3 ساعات، او من بالليل للصبح. اقشر بقى البصل واقطعه طرنشات، زي ما انتم شايفين بالسكينه. لو عندك اللي هو بتاعه الشيبسي قطعيها بيها. ومعايا هنا حطيت معلقتين من الدقيق، معلقه النشا، ومعلقه سكر، معلقه ملح، عشان يدوم طعم حلو، ويدوا قرمشه كمان الدقيق والنشا. وبعد كده هولع على الطاسه، علشان اول حاجه احنا هنعملها هنقلي الاول نحمر اللهم صل على النبي، البصل، علشان الزيت ده هو ده هنستخدم بيه كل حاجه. هنعمل الصلصه، المكرونه، الشطه، الدقه، الرز، كل حاجه هنعمل بالزيت ده. فاول حاجه تبداي تعملي بيها هي هتسلقي العدس والبليله، وتحمري البصل. يعني اول حاجة طبعا هتحمري البصل وهتركنيه عشان تاخدي الزيت، علشان بياخد طعم البصل، وهو ده السر اللي يخلي الكشري حلو قوي معانا. انا هبدأ احمر كل البصل معايا زي ما انت شايفة كده في الزيت. وبعد كده هتجيبي كده مصفى صغيرة تلم كل اي حاجة في الزيت علشان ما يحرقش معانا البصل. وهبدأ حاطة كمان، يعني اخلص معايا كل الكمية البصل زي ما انتوا شايفينه. بيدي طعم حلو قوي، معلقه السكر والملح بيدي طعم حلو قوي للبصل، و... والدقيق والنشا بيدي قرمشه وحلو قوي. خلاص انا صفيت معايا كده العدس استوى معانا، وبعد كده ولعت على حله كده عشان اسلق فيها المكرونه. خلاص البصل كده خلاص بقى تمام معايا. خلاص كده خلص معانا البصل. هبدأ بقى هعبي كده كوبايه زيت من الطاسه عشان هبدأ اعمل بيها كل الاكل. تعالى اقول لكم بقى السر في نجاح الكشري. مطاعم كلها حطيت كده في حله معلقتين من الزيت وحبه العدس اللي انتوا شايفينه انا صفيتهم من الميه، وحطيت معلقه ملح ومعلقه كمون، وده انا اشوح فيه. هو ده المطاعم بتاعه المحلات بتاعه الكشري بيعملوها بنفس الطريقه ديت. هيدانوا يشوحوا فيها كده لحد ما يطقطق كله ويفتح معاكي يعني. وفي الاخر تسيبيه بقى في الطبق، وبعد ما يبرد هتضيفيه في الكشري، هيدي طعم خطير. جربوها بنفس الطريقه ديت، هتدعيلي والله العظيم نفس طعم بتاع المحلات الكشري بالظبط. خلاص وبعد كده خلاص انا كده جبت المكرونه معانا عشان اسلقها. حطيت كده في الميه حبه ملح، وحطيت كده معلقتين من الزيت، وهضيف بقى المكرونه بتاعتي. وفي نفس الوقت الحمص خلاص قرب يستوي. انا هدني كده اخلص بقى، وبعد كده هبدأ اعمل الصلصة معانا. هجيب كده حبة زيت من نفس الزيت اللي احنا بتاع الكشري، وهجيب كده معلقة كبيرة من الثوم كبيرة عشان اعمل الصلصة. خلاص يا حبايب قلبي، وهدني هقلب فيه لحد ما يتحمر معانا، وهبقى في نفس الوقت كده مجهزة جنبي الخل علشان هضيفه على طول قبل ما اضيف الصلصة. اهم حاجة اديله تحميرة كده. الكشري يوم طويل بس صراحة بيبقى تحفة قوي، علشان بتعملوا كل حاجة لوحدها. خلاص انا ضفت كده الخل والصلصة، وهسيبها بقى تتسبك خالص. في الوقت ده بقى احط بقى معلقة السكر ومعلقة الملح في قلب الصلصة. اما بهارات مش هحطها دلوقتي خالص لما تتسبك معانا. خلاص انا هبدأ بقى اعمل الدقة معانا. هحط كده معلقتين من الزيت، واحط كده معلقة توم، وده انا هقلب برضو، وتكملة الخل هضيفها للدقة معانا هنا. سيبيها تتحمر برضو معانا، وفي نفس الوقت متحمرش قوي، يعني يا دوبك تشويحة كده على طول،
احط معلقه كده من الكمون، واحط على طول الخل معانا، وهضيف بقى الميه. وبعد كده هتحط بقى قالب مرقه واحده ومعلقه ملح، وهتحطي هتضيفي كده عصرة ليمون، يعني عصرة ليمونة كده بحالها، هتعصري ليمونة بحالها كده، وهسيبها تغلي بقى لحد ما ايه تغلي، سيبيها كده بقى دقيقة كده، خلصت معانا. خلاص انا ضفت كده البهارات بتاعت الصلصة وقلبين مرقة، وهسيبها بقى تتسبك براحتها، واحط بقى حبة مية كده عشان كانت تقيلة. وبعد كده خلاص هسيبها تغلي غلوتين، وكده تمام خلصت معايا الصلصة. هبدأ اعمل بقى الرز اللي هو رز بشعرية. هضيف كده برضو حبة زيت، وبعد كده هضيف الشعرية، واداني برضو هقلب في الشعرية ايدي مستمرة علشان الشعرية بتتحرق على طول. وفي نفس الوقت انا شفت الحمص وضفت له معلقة ملح ومعلقة كمون. وبعد كده برضو هداني اقلب ايدي مستمرة لحد ما تتحمر، وبعد كده حطيت الرز بتاعنا، وبعدين ما تحط بقى معلقة ملح كبيرة وتشوحيها كده تشويحة. وبعد كده تزودي لها المية، ما تزوديش مية كتير علشان ما يتعجنش مننا، وتسيبيه بقى يستوي. وبعد كده هنروح نعمل الشطة بتاعتنا اللي هي شطة ام زيت. هنحط بقى حبة زيت حلوين كده، نص كوباية زيت، وهنضيف يجي معلقتين كبار من الشطة. وبعد كده هنجيب كبشة صلصة اللي هي اللي احنا عملناها بتاعت الكشري، وهنضيفها للشطة. يبقى كده تمام، مش هنحط لها اي حاجة تاني، هي الصلصة فيها كل حاجة. يبقى كده خلصت معانا الشطة اللي هي شطة ام زيت. خلاص كده استوى الرز معانا، خلاص كده استوى، وادي كمان الحمص استوى معانا. هبدأ بقى هعبي بقى الاطباق بتاعتنا اللي هي الكشري. انا عبيت صلصة وعبيت الدقة في اطباق صغيرة زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى اعبي طبق كده قدامكم، وبعد كده انا هكمل. انا هجيب بقى كده طبق زي ما انتم شايفين. هعبي الاول المكرونة، حطيت كده حبة مكرونة تحت كده، وبعد كده هضيف الرز. جبت كده حبة رز على الطبق، وبعدين حطيت عدس بجبة، بتبقى طعمها حلو قوي. الطريقة بتاعت عدس الجبة دي جميلة قوي، جربوها هيعجبكم قوي. وهضيف بقى حبة كده بصل، وبعد كده هجيب الحمص، ويبقى كده تمام معانا الطبق زي الفل. وهكمل بقى كل الكمية كده وهرجع لكم. طبعا دي مش كل الكمية، انا ضفت بس على قد اللي هياكلوا، دول 4 اطباق. لكن يعني زي ما انتوا عارفين الكشري بيرمي، حبة الكشري اللي احنا عملناهم مع بعض ديت بنقعد يومين ناكل فيها. فبسم الله ما شاء الله طعمها خطير خطير، وبالذات الدقة كمان تحفة، والشطة ما اختلفش عن بتاع بره بالظبط. اقسم بالله العظيم تحفة تحفة. جربوها بنفس الطريقة ونفس التكات اللي انا عملتها، هتعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم بقى الكشري بتاعي يا حبايب قلبي، متنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد، واحلى لايك واحلى كومنت كده، احلى اخوات في الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.